الحقيقة عم تابع اليوم من الصبح آه، مظاهر تسليم الأسرى، تبادل الأسرى بين الفلسطينيين وبين إسرائيل. الحقيقة شيء يعني بيشعرك بالفخر بالعزة. شو هالناس هدول، شو هالرجال هدول اللي عم يتابع وعم يشوف هالتنظيم وهالتنسيق وهالمظاهر القوة. هاي مو مظاهر ناس كانوا تحت قصف لمدة 15 16 شهر، قصف رهيب جدا بآلاف الأطنان من القنابل والصواريخ، آلاف آلاف. وهلأ شايفهم متجمعين ومنظمين وعم يفرضوا شروطهم وعم يسلموا الأسرى بمنطقة يعني كانت قصفت من قبل إسرائيل بشكل رهيب جدا. يعني هي غزة، لا يظن ترامب ولا غير ترامب انه راح يقدر يسيطر عليها. يعني اللي كان قبله فشل. تتذكروا شارون وجرائم شارون؟ شارون قال بزمانه يا ريت غزة تغرق بالبحر، تمنى انه تكون غزة غير موجودة على الكرة الأرضية. وهلأ ترامب اللي هو رجل يعني تاجر، معروف تاجر، بيقول لك بعلم الفراسة، في العرب عندهم فراسة، بيقولوا لك ترامب بشكله يوحي بالغباء والحماقة والجشع. هيك بيقولوا يعني الناس اللي بيفهموا بالفراسة. وهو فعلا يعني هلا هو إنسان تاجر. شو بيقول عن غزة؟ أرض كبيرة على البحر الأبيض المتوسط، مقابلها حقل غاز في مليارات اللترات من الغاز، ويمكن أن تصير يعني منتجع يعني سياحي وكذا. هو بيشيل باعتباره مليونين فلسطيني وأكثر عايشين بهالمنطقة، هذول ما لهم أي اعتبار. يعني لو اللي قبله كان نجح بتهجير الفلسطينيين من غزة، هو رح ينجح. هذا أمر طبعا مستبعد. هو ترامب معروف أنه بيلقي قنابل هيك صوتية وبيرجع بيتراجع عنها من ولايته السابقة، وحاليا تراجع هلا عن الضرائب اللي كان بده يفرضها على المكسيك وعلى كندا وكذا. هو بيبيع وبيشتري، الحقيقة عبارة عن تجارة فقط لا غير. أصلا ترامب بيقول لك اسمه مشتق من شيئين، يعني لعبة ورق شدة. لعبة ورق شدة ترامب بيقولوا له، أو إنه ترومبيت أو ترومبير اللي بيصنع الترومبيت، ترومبيت البوق يعني، البوق اللي بيصنع الأباق بيقولوا له ترومبير. إيه يعني بالإنجليزي ترومبير، يعني هذا اللي بيصنع. يعني إنسان لا يمكن أنه تنتظر منه شيء جدي فعلا. تصريحات ترامب بهالفترة الأخيرة يعني عم تصب بمصلحة إسرائيل بشكل يعني فاجأت نتنياهو. تصريحاته فاجأت نتنياهو. كل الناس لاحظوا انه كيف تفاجأ نتنياهو بالشيء اللي عمله ترامب، لانه بيعرف انه شيء غير واقعي. لو انه بده ينتصر نتنياهو والإسرائيليين يسيطروا على غزة كان صار من زمان. لو أنه بدهم ينجحوا بتهجير الفلسطينيين كان هجروهم من زمان. هذا الأمر يعني مفروغ منه بالنسبة لنا. هذا ذكرني بقول الشاعر يعني: زعم الفرزدق أن سيقتل مربعا، أبشر بالطول سلامة يا مربع. هذا مربع انه الفرزدق هدده بالقتل، وهذا يعني ما انه على مستوى التهديد اللي قام فيه. ما حدا يقلق من تصريحات ترامب، لانه لا بتقدم ولا بتاخر. انا بقناعتي الخاصه يعني هذا الايام ستثبت، الايام ستثبت. واليوم نحن اللي عم نشوفه قدامنا على الشاشه، هدول هالمجاهدين هالمقاتلين الفلسطينيين لا يمكن يتخلوا. هدول انا بقناعتي هن اللي قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يضرهم من خذلهم. هذا الشيء صار واقع امامنا يعني. ونحن يعني كسوريين طول عمرنا بنعتبر يعني قضيتنا وقضية فلسطين واحدة، يعني واحدة، يعني جزء لا يتجزأ. والأيام القادمة ستثبت هذا الشيء بإذن الله. إن لم يكن إذا كان في بعض الناس عندهم تشكيك، فأنا ما عندي أي شك نهائيا بهالأمر هذا. والتحرير قادم والأمور ماشية لمصلحة الشعبين وليس ضد. الأمور مع الأيام اللي بينظر بنظرة يعني موسعة. وأنا بحب دائما اسمع اللي بيحب يسمع ويفهم ويتعمق بالأمور، يسمع للشيخ بسام جرار. يعني هذا الإنسان اللي عنده تحليل منطقي وواقعي وعقلاني على
قواعد دينية وقواعد عصرية واستقراء للواقع وللماضي وللمستقبل بشكل منقطع النظير. النصر قادم بإذن الله.